مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. الفيديو ده هشارك معاكم خلطة الترطيب اللي قلتلكوا عليها، اللي احنا عملناها في الفيديو بتاع العناية بالجسم. قلتلكوا في خلطة كده بتغير خالص من شكل الجلد بصراحة في الترطيب بتاعه. الخلطة دي بنستخدمها كل يوم عادي، مفيش منها اي ضرر خالص. وممكن بقى لو احنا مثلا مش عايزين نستخدمها كتير، ممكن نستخدمها يوم واليوم التاني نحط اي لوشن ترطيب احنا عايزينه. تمام، خلينا نبدأ كده على طول. اول حاجة ده احنا مش هنستخدم كريم جليسوليد ولا اي حاجة، هي دي علبة فاضية كانت عندي، لانه طبعا مقاطعة وكنت عاملة فيها الخلطة. وبصوا الخلطة اساسا متاكلة. تمام. طيب، الكريمات اللي احنا هنحتاجها معانا ايه؟ انا هطلع لكم الصور بتاعه الكريمات لانها مش كلها متاحة عندي دلوقتي. اول كريم معانا وهو البنسينول. هنجيب البنسينول وهنحطه كله في العلبة، ومعاه كريم او المرهم بتاع كرباميد. الاتنين دول هنجيبهم وهنحطهم في العلبة دي، ومعانا بقى الاكريتين النص. تمام، خدوا بالكم لان هو في منه ربع وفي منه نص، احنا عايزين في الخلطة دي النص. تمام، هنحط فيه نص الكميه. يعني هنا أنا لما عملتها المره اللي فاتت كنت واخده نص الكميه، هتلاقوا حتى العلبه متطبقه كده. فهناخد نص الكميه وهنحطها على الخلطه دي، ونقلب بقى بخل السنان كده تبقى معانا. هنقلب كله في بعضه، بعد ما نحط هنمسك الخله ونقلب كله في بعضه. تمام، بعد ما الكريمات كلها اندمجت هنبتدي بقى ان احنا نحط كريم تفتيح. طيب كريم تفتيح زي ايه؟ عندك مثلا ستارفيل حلو، عندنا مثلا كريم فاليو، ده حلو قوي. فاليو كريم ده تقريبا سعره كان 75، او تقريبا، لا انا جبته اخر حاجه ب110. بيتهيألي هو في الرينج ده، فاهمين؟ يعني مش هيزيد عن ال100 قوي، فحط له رينج ال100 مثلا. ده كمان حلو في تفتيح اي مكان في الجسم. فهنحط منه برضو تقريبا ربع الكمية لان هي كبيرة شوية، فهنحط ربع الكمية على الخلطة اللي احنا عملناها ونقلب برضو كويس قوي. بعد كده هنحط اي بيبي اويل. انا لسه معايا جونسون، من كنت قايل لكم ان انا شارياه من زمان من قبل المقاطعة والحاجات دي، لانه كنت حاطاه في الجهاز بتاعي. فبرضو بناخد منه شوية وبنحطه. اهم حاجة انه احنا بنحط الزيت، هنحط ونقلب لحد ما نوصل لقوام كويس، ان الزيت يختلط بالكريم ما يكونش ميه. يعني بصوا هنا الزيت مختلط بالكريم اهو. لو الزيت كتير هتلاقوا فيه ميه، انا مش عايزه الميه دي، او مش عايزه يعني ان الزيت ما يختلطش بالكريم فيطلع لفوق. فانتوا هتحطوا شويه بشويه لحد ما تلاقوا انه كده تمام، ان الخلطه والقوام بتاعها بقى كويس قوي. وقتها هتلاقوا يعني ان يعني هنوقف بقى، مش هنزود زيت تاني. تمام، ودي كده الخلطة الأساسية معانا. طيب لما بنيجي بنحطها ازاي؟ المفروض ان الجسم بيكون مندي بعد ما بتاخدي الشاور بتاعك، والجسم خلاص نشفتيه ومندي. بتبدأي ان انتي تحطيها على كل جسمك. الكمية هتقعد معاكوا كمية حلوة، بلاش نتقل في الكريم لانه بيبقى قوامه تقيل شوية والجلد بيقعد شوية على ما يمتصه. فما نحطش كتير قوي. ممكن لو انتوا حسيتوا ترتيبه كويس ومش محتاجينه كل يوم، نحط بقى اي لوشن معاه ترطيب، زي مثلا ده، زي يعني اي حاجة عموما ترطيب تانية انتوا بتستخدموها تقدروا ان انتوا تحطوها. استمروا عليه كده وهتلاقوا النتيجة مرضية جدا. لو عندك جلد وز هيعالجه، مع طبعا كريمات التقشير اللي بتتعامل مع السكرابات، فهتلاقوا النتيجة كويسة قوي منه.